وبالليل يا معلم بوبي خرج من البيت من غير ما يعرف والده وراح يسهر مع اصحابه، وفعلا بيتجمعوا هما التلاتة جيمي وبيلي وبوبي، وصاحبهم بيلي كان عاوز يعوضهم السهرة بتاع امبارح، علشان كده راح لبنت ليل شغالة في مطعم وبدأ يتفق معاها، وفعلا البنت بتروح تقابلهم، والفاشل بوبي أول واحد بدأ معاها ودخل معاها العربية. ساعتها يا معلم بنعرف إن البنت ديت حبيبها أكبر بلطجي في المنطقة وبيحبها جدا وبيغير عليها، لكن هي شغالة بنت ليل من وراه. فجأة مرة واحدة بيجي خطيبها البلطجي وراح المطعم وسأل عليها، راح أصحابها عرفوه إنها خرجت مع 2 شباب، وقتها فضل يدور عليها في كل مكان، ولما حبيبته كانت في العربية وشافته لبست هدومها وهربت بسرعة، وكمان بوبي هرب وراها. وقتها البلطجية مسكوا جيمي وفضلوا يضربوا فيه لحد ما كانوا هيخلصوا عليه، لكن البنت اللي كانت سهرانة معاهم أنقذته في آخر لحظة. في المشهد اللي بعد كده بوبي اتخانق مع صاحبه بيلي وقال له مش عاوز اعرفك مرة تانية ولا تسأل عليا ولا أسأل عليك. بعد كده بيروح البيت وكان زعلان جدا من اللي حصل. ساعتها شاف الحلوة تيري مدرسة الفرنساوي الجميلة وهي موجودة على حمام السباحة، وفضل يبص عليها من غير هي ما تشوفه، وكان هيتجنن من جمالها وحلاوتها. بعد كده استخبى ورا الشجر وفضل مراقبها من تحت لتحت. بعد شوية بيمشي وراها لحد ما دخلت البيت وفضل يبص عليها من الشباك، وفعلا بوبي بدأ يتهوس بيها وما كانش مصدق نفسه ان عنده صاروخ ارض جو ساكن معاه في البيت. في المشهد اللي بعد كده على حمام السباحة بنشوف الحلوة تيري مع الطالب بوبي وهي بتديله امتحان الفرنساوي علشان يجاوب عليه في الحاجات اللي هي شرحتها ليه. بعد كده بتعرفوا انها تجيب مشروب لحد ما يخلص الامتحان، وهي ماشية بوبي فضل يبص على حلاوتها وجمالها وما كانش قادر يشيل عينه من عليها. ولما رجعت مرة تانية بدأ بوبي يغازل فيها وقال لها الجو سخن جدا يلا ننزل حمام السباحة. راحت تيري اتعصبت عليه وقالت له ما يصحش كده، ما ينفعش انزل معاك حمام السباحة لان المعلمة بتاعتك. قال لها اعتبري نفسك معلمة سباحة وتعالي علميني العوم، وطلبت منه ينزل لوحده وهي تستناه لحد ما يخلص. وقتها تيري عرفت ان هو ولد صايع جدا وصعب التعامل معاه، علشان كده بدأت تحاسب على كلامها معاه. ولما خلص سباحة وطلع من المية بدأ يغتت عليها مرة تانية وفضل يسألها أسئلة غريبة زي عندك كام سنة وليه مالكيش حبيب، لحد ما تيري بدأت تزهق منه وعرفت ان هو ولد كتير كلام. بعد كده بيعرفها ان والده عاوز يعلمه القانون الدولي علشان يكون راجل اعمال زيه. بعد كده بيعرفها ان هو بيحب الفلك ونفسه يدخل الكلية اللي هو عاوزها ومحدش يتدخل في حياته، وقال لها في نفس الوقت مش عاوز ازعل والدي علشان بيحبني جدا. بعد كده المعلمة تيري بتاخد يوم اجازة من الشغل وعلشان كده راحت تلعب شوية رياضة، وقتها بوبي ما كانش قادر يقعد من غيرها علشان كده راح وراها وفضل يبص عليها من بعيد وهي بتتدرب وبدأ يسرح في جمالها وحلاوتها.